وسلم، بدل ما انت عمال تعمل سكرول استنرك على كلمتين. اول حاجه وحد الله والصلاه على النبي، لا اله الا الله عليه افضل الصلاه والسلام. دلوقتي هو انت لما بتكون متضايق وتعبان والدنيا جايه عليك ودايسه على وشك بمعنى الكلمه يعني، يا ترى بتروح تحكي لمين مشاكلك؟ بتروح تحكي لصاحبك ولا اخوك ولا مين ولا مين ولا مين؟ بس يا ترى بتروح تحكي كل اللي مضايقك لربنا سبحانه وتعالى؟ تروح تقول يا رب انا تعبان، انا زعلان، انا متضايق قوي. يا ترى بتروح تحكي له كل اللي في قلبك وتروح قايم كده وصدرك عشان ده كل اللي في نفسك فيه وكل اللي مضايقك وكل اللي جواك؟ ولا بتقول بقى انا هروح احكي لصاحبي؟ ليه بتعمل كده؟ طيب ربنا موجود، صاحبك ده مش هينفعك على فكره. صاحبك انت قاعد على القهوه مش هينفعك، مش في ايده حاجه عشان يعملها لك، الحل كله في ايد ربنا سبحانه وتعالى. انت مستكتر ركعتين بس انك تدعي كل اللي في قلبك لربنا سبحانه وتعالى وربنا هيحل كل المشاكل دي. مستني ايه طيب؟ مقصر وشيطان كل شويه يضحك عليك يقول لك يلا بكره ابدا اصلي، بكره لا بعده اللي بعده انوي يوم تاني الموت مش هيجيلك على الباب يقول لك يلا انا جيت عشان تموت. وساعتها لما يجي كل حاجه انت عملتها خلاص مفيش تكفير للذنوب، انت مت، مفيش توبه، باب التوبه قفل. من ساعه لما بتموت خلاص انت رحت، ذنوبك وحسناتك كلها معاك. يا ترى لما تنزل قبر وتقف قدام ربنا سبحانه وتعالى هتقول له عشان صاحبي ولا عشان اخويا ولا عشان مين ولا عشان مين؟ صدقني محدش هينفعك. فقوم صلي واحد لله، قوم صلي واحد لله، مالكش غير ربنا سبحانه وتعالى بس. صدقني كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.